السلام عليكم، نتمنى تكونوا ان شاء الله بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال هذا النهار كي دايرين كي دايره احوالكم. نتمنى انكم تكونوا بخير على خير، بدوام الصحه والعافيه باش ما تمنيتوا ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله انه يكون خفيف وظريف على قلوبكم. وخير ما نبداو به الفيديو ديالنا هو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ونديو الاجر كاملين. وكيف ما كتشوفوا معايا بديت معكم لا فيديو من الوقيته ديال الغدا. غادي نقترح عليكم سندويتشات اللي ساهلين كيبغيوهم الوليدات الصغار، ومادام حنا مقبلين على اجواء ديال الحراره فهاد الشيء اللي كيتكال الصراحه وكيكونوا مطلوبين. فيديو فيه حتى عنايه بالنفس وغادي يعجبكم ان شاء الله. حاجه اللي هي بسيطه ولكن حبيت انني نفكركم بها. والصراحه كيجيو سندويتشات من الد ما يكون هكا، كيكونوا دغيا دغيا كيوجدوا، ما كيشدوش الوقت، وفيهم مكونات اللي هي يعني ماشي كتيرة. فهمتوني كيفاش؟ خديت كوميرة اولا باغيت. من بعد ما حيت لها البابا كيف ما شفتوا معايا، دهنتها بالفرماج. يعني من بعد ما قسمتها على جوج، ممكن انكم تستعملوا هكا الخبيزات اللي كيكونوا صغار، الكوميرات اللي كيكونوا صغار. انا كانت عندي صراحه كانوا عندي جوج، وحده فطرت بها وبقات وحده. يعني كنت قطعت منها وبقات وحده. وهذه هي حيت بنتي قالت لي والو بغيت ساندويتش، وقلت علاش لا. لي ما هكا وجدت اللي غادي نحتاج وحدته هكا، قلت علاش لي ما نصورش معاكم. فكيف ما قلت، من بعد ما درت الفرماج، درت واحد شويه ديال الكيتشوب، حبه ديال البطاطا اللي سلقتها، حبه ديال البيض حتى هي من بعد ما سلقتها، الكاشير اللي كيبقى اختياري، وشويه ديال الثوم. فبالنسبه للسندويتشات ممكن انكم تزيدوا وتنقصوا اي حاجه نتوما ما كتاكلوهاش، او تزيدوا اي حاجه نتوما كتفضلوها. كيف ما قلت لكم هذه كتبقى كاقتراح سهل وبسيط ودغيا دغيا كيوجد، كيف ما قلت لكم، ودغيا كيوجد وكيبغيوه الوليدات. والصراحه كيصلاحوا هكا في اجواء ديال الحراره وكيجيو لذاذ اهم حاجه. المهم كيف ما شفتوا معايا، المهم راه مكونات بساطين. والحاجه اللي زدتها في هاد الساندويتش وما درتهاش في الاخر هي الصلصه الحاره، هاد الصوص اللي كتكون حاره. ما درتهاش على حسب بنتي. صافي كيف ما قلت لكم، ممكن انكم تزيدوا اي حاجه نتوما كتفضلوها. يعني وريتكم لا باز ديال لا غوسيت، وانتم بدعوا تفنوا كيف ما بغيتوا. آم، حبه ديال الفرماج، حبه ديال البطاطا مسلوقه، حبه ديال البيض مسلوقه، الكاشير كيف ما قلت على حسب واش نتوما كتبغيوه ولا لا. طون. بالنسبه للصوص اي صلصه نتوما كتفضلوها. صراحه الصوص هما اللي كيخليو هاد الساندويتشات اللي كيجيو بنادم، يعني باش ما نكذبوش على بعضياتنا. المهم الصوص بالنسبه لي انا استعملت صوص ساموراي. ممكن تستعملوا اي صوص نتوما كتفضلوها، كيتشوب او لا مايونيز او لا ممكن انكم تكتفوا بهم كيف ما هما. بالنسبه للبطاطا راني سلقتها مع الماء اللي كيكون زعما مالح عليها، ما درت حتى اضافه ديال الملح بالعكس. عندنا الطون مالح، عندنا الكاشير مالح، لصوص مالحين، فما كاينلاش ان نزيدو هكا الملح. وكيكونوا واجدين كيف ما قلت لكم. اسهل حاجه ممكن انك توجديها للغدا، سورتو هكا الوليدات الصغار كيحماقوا على هاد الاكلات اللي كيكونوا سريعه، احسن من اننا ناخذهم على برا. ورافقتهم بهذا كويسات ديال المناضه. وبالنسبه للساندويتش عاود زدت عليهم واحد الخويه ديال زيت الزيتون اللي كتكون هكا منسمه بالاعشاب. صراحه بنتها زوينه، وكنزيدها يا في لي صالاد يا في هكا في الساندويتش بحال هكا. وكيف ما قلت لكم كيجيو من ألد ومن اروع ما يكون. وكانت هذه هي الغديوه ديالي انا وبنتي، فاللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. من بعد ما ديتها للمدرسه، رجعت هكا كتعجبني هاد الوقيته ديال العشيه، كتشكل لك هكا الوقيته فاش تهلاي في راسك، فاش تكونسونطراي تصنتي غير لعظيماتك. صراحه واحد الوقت اللي كيعجبني بزاف. وقال لي علاش لا، كنت انا بغيت نوجد واحد الكوماج، وقلت علاش لا اللي ما نصورش معكم. فيه جوج مكونات اللي هما القهوه والياغورت مسوس. هاد جوج مكونات الصراحه كيعطيو واحد التقشير اللي هو زوين زوين بزاف وكيوالم البشره. سورتو فهكا فاش كتكون البشره عيانه ولا فقدات ديك النضاره ديالها، اولا بغيتي ديري شي مكياج هكا يجيك زوين، فعليك بهاد جوج مكونات الصراحه كيعطيو واحد اللمعه رائعه للبشره. فهاد الكماش كيحيد لينا الجلد الميت، وكيحيد لينا دوك القشور اللي كيكونوا عندنا في الوجه، سيرتو هكا فاش كتكون البشره ناشفه كتبدا كتقشر. يعني ضروري داك الترطيب هكا، داك التقشير عفوا، اللي كيكون هكا غير خفيف على البشره، وكيعطي واحد اللمعه وواحد النضاره للبشره. وكيف ما كيعطي واحد الترطيب اولا الترطيب. ولا اختي هاد جوج مكونات ما تعكزيش عليهم، لحقاش
كتحسي بالبشرة ديالك راه نقية بحال اللي ما عرفت دايرة ليها ما عرفت شنو. وفايت لي بارطاجيت معكم بزاف ديال الكوماجات يعني في الفيديوهات ديال الروتينات ديال العناية، وما شاء الله والحمد لله لقاو اقبال هكا عند الناس اللي شافوهم. غير ما كنصورهمش بزاف كيجيني الحماس ديال الوصفات بزاف في اجواء ديال الصيف والحرارة، وهذا الشيء داكشي علاش هاد اليومات بدات الحرارة وبدات اجواء ديال الصيف كيعجبني نبدا نخلط. وفي هذاك الكوماج كنت دايره دانون مسوس بارد، يا سلام كي حطيته على وجهي يا سلام حسيت بواحد الانتعاش على البشره ديالي. وكيف ما شفتوا معايا في قبل راني غسلت وجهي باي جيل نيتوايون نتوما كتغسلوا به، ودرت قشر الوجه ديالي غير بحركه دائريه خفيفه، واللي شاط لي راه دهنتو الايديه. وكيف ما قلت التقشير اللي كيكون هكا خفيف على البشره باش ما كتجرحيش دوك المسامات ديال البشره او البشره سورتو فاش كتكون هكا حساسه. وبالنسبه للماسك حتى هو فيه جوج مكونات لا اقل ولا اكثر اللي متواجده هكا عندنا في البيوت ديالنا ولله الحمد. العلبه ديال الياغورت نفسها اللي خدمت بها، يعني علبه ديال الياغورت راه كدير لك انك تخدمي بها الوصفات اللي بغيتي. بالنسبه لهذا الماسك فيه جوج مكونات حتى هو دانون مسوسه ولا الياغورت مسوس ونشا. واللي كيعجبني هو القوام ديال هاد الماسكات، يعني كتكون كريمي، يعني كيف ما كتطبقيها على الوجه ديالك كتبقى يعني ما كتسيحش كيف ما كنقولوا. وباش زوين هاد الماسك كيبقى خفيف على البشره، ممكن اننا نديرو حتى 3 المرات في السيمانه كيف ما قلت لكم. ممكن انكم ديروه سواء هكا الا بغيتي تطلعي مكياج باش يجيك زوين، ولا المهم يبان داك ليفو ديال المكياج اللي كيكون زوين، فعليك بهاد جوج مكونات. او لا كاع الا ما بغيتيش تخرجي ولا ديري مكياج غير جربي لي هاد الماسك كيف ما قلت رائع جدا، وغادي يعجب الناس غادي يعجب البنات اللي عندهم البشره الدهنيه، حيت كيوازن لينا دوك الافرازات الدهنيه اللي كتكون عندنا في البشره. وكنعرفوا بلي الميزانه كتنشف، يعني كتوازن لينا دوك الافرازات. هادشي اللي بغيت نوصل لكم. والوصفات الطبيعيه باش زوينين الا ما نفعوك ما غاديش يضروك. واهم من هادشي كامل يعني واخا هاد الخطوات اهم حاجه هي الترطيب، يعني ضروري نرطبوا البشره ديالنا من بعد هادشي. يعني هاد الوصفات وهذا يعني كيف ما قلت كيعاونوا وكيبغيو انك تداومي عليهم، يعني ماشي غير ديريه نهار ولا يومين صافي وتقولي لا، ولكن بحال هادشي كيف ما قلت كيبغي المداومه. وهنا وجدت البيجامه ديالي، حطيت لي برودوي ديالي اللي غادي نستعملهم من بعد باش هكا ما تبقاليش كل حاجه بعيده ونبدا نقلب. حطيت لي كل حاجه كنت محتاجه بها، غادي يبان لكم كل شيء هكا باللون البنفسجي ولا البيربل او لا الفيولي. فانا حبيت هذا اللون، ما عرفتش شنو جاني عليه الصراحه. و المهم حبيت. واول حاجه الصراحه كنت درتها راه غير هكا تلفت لي في المونتاج، شققت شعري هو الاول بهاد الزويته هادي. الصراحه هاد الزويته كانت اختي اللي مصايبها لي وتخمرت، جمعت فيها العشب صراحه ما عرفش بالضبط شنو فيها، ولكن راه تخمرت وفيها واحد الريحه مجهده ديال الاعشاب. واهم حاجه انها كتحبس التساقط وكتخلي هكا الشعر يعني ما مخبلش. سورتو هكا فاش كتكون الزغبه هكا رقيقه دغيا كتخبل، يعني واخا تكون طويله ولا دغيا كتخبل. فكيف ما قلت لكم شققت بها شعري وخليتها تقريبا واحد 40 دقيقه قبل ما ندخل الدوش هكا غير تلفولي في المونتاج. وهذا ما كان. بزاف منكم سولوني على هاد لوكوماج من بعد ما بارطاجيته معكم، كنت خديته من مينوسو. صراحه ريحته فنه فيه ريحه النقاوه. القوام ديالو اللي ما عجبنيش الصراحه، القوام داير بحال شي كريمه فيها شي حبيبات صغار بحال هكاك. هادشي اللي ما عجبنيش الصراحه. المهم ريحته فنه. المهم فاش كطلعي الصراحه الدات ديالك بحال كديري شي كريمه دهنيه، فهمتوني كيفاش. المهم ما عرفتش واش المهم انا قاضيه به غرض لحد الساعه حبي ما يتسالى باش نعاود نشريه. لا. واي وحده فينا تهلا في راسها بابسط الاشياء. اهم حاجه انك تخصي واحد الوقيت لراسك،
كيف ما قلت ديري فيه شي حاجه اللي نتيا كتفرحي بها، وتهلاي في راسك بابسط الحوايج، ماشي بالضروري الحوايج اللي كيكونوا غاليين، بحوايجات كيكونوا رخاص سبحان الله وكنفرحوا بهم، فما بالك بحوايجات اللي كيكونوا غاليين. والله رزقنا واياكم من حيث لا نحتسب. ايوا هنا هاد اللقطه هذه كنت صورتها معكم قبل، هنا راني غير لعبت بالمونتاج، كنتمنى ان الفيديو تنال الاعجاب ديالكم وتخليو لي واحد اللايك وما يمشيش وما يمشيش التعب ديالي غير هكاك. وهنا كنت كنهضر لكم على هاد الكريمه ولا الليفين كريم، صراحه هاد الماركه عجبتني بزاف من بعد ما استعملتها. يعني كيف مش معايا شامبوان بخي شامبوان ليفين كريم والسيروم ديالها، والسيروم ديالها فيه واحد الريحه زوينه زوينه وكتبقى في الشعر باش زوين. هاد الكام هادي ديال الروز صراحه كتوالم الشعر هكا اللي كيكون زغبه رقيقه ودغيا كيتخبل. هاد الكريمه فريمون ثقيله ثقيله على الزغبه وكتخليها مهبطه وما كتبقاش واقفه يعني مشوكه. وداك كيكون الشعر مخبل، فهمتوني كيفاش هاد الكريمه ما كتخليهش مشبك ولا مخبل. يعني كيف ممكن انك ديريها وتمشطي شعرك وتخليه. والسيروم هكا من بعد ما كتصوبي شعرك يعني شفتيه هي مهم هاد السيروم صراحه عجبني، كيخلي واحد الرويحه فنه في الشعر. ولا كام صراحه يعني متكامله فيما بينها، فهمتوني شنو بغيت نوصل لكم. واهم حاجه من بعد لا دوش هي الترطيب، سوال الشعر. المهم اهم حاجه اننا خاصنا نرطبو، وهذه هي الاطاب اللي كتكون ضروريه كيف ما قلت لكم. وكيف ما ممكن اننا نتهلاو في الذات ديالنا حتى من الداخل، يعني كمشروب ما غاديش نقول لكم سحري، ولكن كيعاون كيف ما كنقولوا كيعاون ان الذات ديالنا تنقى من الداخل. فمكونات اللي هي بسيطه، مشروب انكم ممكن انكم صادفتوه في المواقع ديال التواصل الاجتماعي. مكونات اللي هي بسيطه وشويه شويه من كل حاجه. واللي عندي فيها شويه ديال الخزامه، شويه ديال الباديان، المهم راني كنوريكم، واحد شويه ديال الحبات ديال الورد البلدي، وكيف ما عندي الكركدي، وعندي حبات ديال القعقله والقرنفل، وشويه ديال القرفه. وكون نبدا صغيره على هاد الاعشاب، فبالنسبه للخزامه مفيده للبشره، كتهدئه وكتعطير وكتهدي الاعصاب وكتنقص لنا من التوتر. وبالنسبه للقعقله كيعطر لينا النفس وكيحارب لينا ديك الرائحه ديال الفم. والورد البلدي كيساعد لينا على الاسترخاء وكيحسن لينا المزاج وكيعطي واحد النضاره واشراقه طبيعيه للبشره. اما القرنفل كيقوي المناعه وكينعش النفس. والقرفة كتساعد على تنظيم السكر في الدم وكتدفي الجسم خصوصا في أيام البرد والشتاء. أما البابونج كيهدى الأعصاب وكيعاون على النوم، كيخلينا أننا نحلموا بأشياء اللي هي زوينة. غير ضحكت معاكم. وبالنسبة للباديان كيساعد على الهضم وكينقص من الانتفاخ اللي كتكون عندنا هكا في الأمعاء. أما بالنسبة للكركدي فهو غني بمضادات الأكسدة وكينقي لنا الجسم وكيعاون الكبد. فهاد المكونات كيف ما شفتوا معايا شوية شوية من كل حاجة درتهم في كسرونة بطبيعة الحال، لاني غسلتهم وصفيتهم وزدت عليهم واحد الكميه ديال الماء وشعلت عليهم غادي يطبخوا ويعاودوا. ومن بعد ما غلات غادي نغطي الكسرونه ديالي بالبصيل باش كتبقى محافظه على الزيوت الطياره. وهذا هو من بعد ما وجد، وانا فرحانه بالبريق ديالي كاول استعمال من بعد ما بارطاجيته معكم. هذا اول استعمال الصراحه فرحت به والله. الا كيف ما قلت لكم بحال هاد المعينات كيكونوا الجلسات اللي كتكون خاصه، يعني من بعد ما تهلتي في راسك لبستي البيجامه نقيه درتي ريحه درتي كريمه وجدتي لك شي حاجه تجلسي وتصنتي لعطيماتك سواء كنتي غادي تفرجي ولا. هذيك هي هاد المعينات بحال هادشي لاش كيصلاحوا، فهمتوني كيفاش هادشي
هادشي علاش كيعجبوني. وكيف ما قلت لكم بان موجود المشروب صراحه ريحته عاطيه في الدار، ريحته فنه، ريحته زوينه من بعد ما دوك الاعشاب يعني غلاو وطلعت فيهم الغليه. كنصفيوهم كنديروهم في كنشربوهم دافيين، ممكن اننا نشربو كاس في النهار حتى لجوج. آه يعني ما نفوتوش. فبالنسبه ليا ما حليته بحتى شي حاجه. داك المزيج ديال النكهات عطا واحد المشروب اللي هو زوين. نقربوا لكم واحد شويه الا عمركم ذقتوا هذاك داك البلول ديال البابوش بحالو، غير هذا محمض. هذا علاش محمد لحقاش فيه الكركدي، وكنعرفوا بلي الكركدي فيه هذاك الكوسيتروني، فيه بحال ديك الحموضه ديال الحامض. المهم انا بالنسبه ليا ما حليته بحتى شي حاجه. يعني ممكن انكم تحليوه بالعسل، هنا كنت كنوريكم باللي انا اكتفيت بحبات ديال الشوكولا هما حلوين، وهذا الكاس يعني جاي هو هذاك. فهذا مكان كنتمنى انكم تجربوه، حقا كيستحق التجربه. وحاجه اخرى، فاش كتحركي اولا تبداي تعرقي كتشمي في راسك هاد الريحه ديال الاعشاب. يعني باش نقربكم كتجربه ديالي لهذا المشروب هذا. كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار. نتمنى ان شاء الله انه ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك وبالاشتراك معي في القناه والضغط على زر الجرس ان شاء الله باش توصلوا باي جديد. خليت لكم راحه البال والله يعطيكم كل ما تمنوا ان شاء الله.